صباح الخير عليكم أصدقائي أصدقاء قناة إيمان في بلاد الأمريكان. النهاردة جايبه لكم موضوع كده خفيف لطيف، لأن أنا عارفة مثقلة عليكم بمواضيع كتير جدا. الكلاب في أمريكا. هنا الكلاب في أمريكا يا جماعة بتتكلف كتير جدا. ممكن يكلفك الكلب من حوالي مثلا من 800 ل 10,000 دولار في السنة، ما بين أكل الكلب، التمشية بتاعت الكلب، البيبي سيتر بتاعت الكلب، أو حتى الدي كير والأوتيلات والفسح والخروجات والشوبينج، بيحتاجوا هدوم وأدوات. هنا في أمريكا عدد الكلاب رهيب، لا تتخيلوا. صدمة كانت بالنسبة لي لما جيت هنا. أنا حاطه لكم عنوان في أمريكا كلب لكل مواطن، ودي حقيقة. عدد الكلاب في أمريكا يا جماعة 48 مليون و255 ألف وشوية كلب، وفي قطط كمان 31 مليون و896 ألف وشوية قطط. تخيلوا بمعدل 1.6 كلب لكل هاوس هولد، يعني عدد البيوت اللي في أمريكا. طبعا الرقم ده فظيع جدا. الكلب مش بس كلب كده يعني الله كميلة ومش عارف ايه، لا، الكلب بيتكلف حاجات كتير جدا، مجهود وفلوس. تمشية الكلب ممكن الصبح مرة، أو الكلب يتمشى مرتين قبل الشغل وبعد الشغل، والناس اللي مواعيدها مش بتقدر تعمل كده بتحتاج طبعا تصرف على الكلب دوت دوج ووكر، ملقاش ترجمة ليها بالعربي، اللي هو الراجل اللي بيمشي الكلاب. الكلب بيحتاج طبعا حمالات تشيله بيها بطرق مختلفة، من أول اللي هي الكارير اللي هي زي بتاعت البيبي دي، لحد اللي هي الشنطة الباك باك اللي بتحط فيها الكلب من ورا، وساعات تبص تلاقي الكلب بيجروه في حاجة كده عاملة زي اللاجج اللي هي الرولينج لاجج دي، أو يمشوه في اللي هي السترولر زي شبه بتاعت البيبيهات كده، بيمشوا الكلاب بيها. يعني شغلانة كبيرة وحاجات كتيرة جدا مرتبطة بالكلب ده اللي انت بتحاول تربيه في أمريكا. شايفين كده كمان الشنطة اللي بتتشال كده للقطة أو للكلب، وكمان بتشوفهم في السفر. طبعا اللي بيجري على حسب الله بيجري على عب الله، مش بس الستات والبنات بتمشي كلاب، الرجالة كمان. تلاقي راجل محترم، وخصوصا بقى في الشتاء والبرد الساعة 6 الصبح رايح يمشي الكلب. أنا بص كده وأقول يا ربي مش ممكن، يعني في ربنا بيصبر ناس على الحاجات دي، الناس اللي بتحب الكلاب. يمشي الكلب قبل الشغل وبعد الشغل، قبل ما ياخد حتى الشاور بتاعه ولا ياكل، طبعا عنده الكلب لازم يروح يمشيه الاول. فطبعا حاجه انا بستغرب جدا. ومش بس كلب واحد، في ناس عندها اكتر من كلب زي ما انتم شايفين في الصوره دي. الاخت دي هي عندها كلبين. كمان الناس بتلاقي نازلين بقى فن بقى، نازلين يمشوا الكلب، مثلا الهاسبند والوايف ولا الجيرل فريند والبوي فريند. وطبعا الكلب يكون وسيله من وسائل التعارف، يعني الناس بتوقف بعض، لازم تكون فاهم في انواع الكلاب. طبعا الكلب بيحتاج محلات وشوبينج. شايفين ده محل بتاع الكلاب، بيلبسوهم هدوم بتبقى ساعات شكلها كيوت قوي، الكلب لابس سويتر كده بلوفر ولا جاكيت ولا سكارف وحاجات. ده غير بقى قسم في السوبر ماركت، الاكل بتاع الكلاب ده قسم لوحده كبير جدا جدا. ده غير بقى الاعلانات اللي في التلفزيون، اللي كل شويه تلاقي اعلانات حاجات الكلاب والقطط، من اول الاكل للعب بتاعتهم، لمنتجات كتير بتاعتهم، الحاجات اللي بيناموا عليها، الاطباق اللي بياكلوا فيها. ده غير طبعا الدكتور بتاع الكلاب اسمه اللي هو الفيتينيريان الدكتور بتاع الكلاب، وممكن ممرضه للكلاب. ودي شايفين الزبونه هي اخذ الكلب للدكتور اهو. شايفين يعني مش عايزه اقول حاجه مضحكه، هي محزنه ان في اطفال في البلاد الفقيره في بلادنا مش بتلاقي رعايه ولا بتصرف عليها ربع اللي بتصرف على الكلاب هنا في امريكا. ده برضه هو عمليات جراحيه بتتعمل للكلاب، وتطعيمات للكلاب طبعا، وأدوية للكلاب، مواضيع كبيرة جدا. ادي كلب اهو راح يعمل شوبينج اهو، محلات الكلاب. شايفين الهدوم على الأرفف، ولعب ليهم، لعب كمان لعب الكلاب وحاجات كتير جدا. يجي هنا بقى اللي هي المهنه الاشهر بقى، مهنه اللي هي جليس الكلاب. مش لاقيه لها يعني حاجه زي عندنا في مصر، ما احنا مش متعودين على المصطلح ده، اللي هو اللي بيمشي الكلاب. هو مش بيعمل بيبي يعني سيتنج للكلاب، هو بيمشي الكلاب. طبعا هي ليها معدلات بقى في الولايات المختلفة، مثلا في أمريكا وكاليفورنيا لقيت إحصائية كده بتقول المعدل اللي هو اللي بيمشي الكلاب أهي $18 وحاجة و70 سنت أو حاجة 40 سنت في الساعة. فطبعا هو بياخد بقى أكتر من كلب في وقت واحد، ممكن تلاقيه مش بيمشي 5 6 10 كلاب. هياخد من كل واحد مثلا لو ساعة بيمشيه الصبح من ده $18 وده $18، ولو هيمشيهم تاني بعد الظهر فبيعمل مبلغ محترم جدا، يعني اللي هو اللي بيمشي الكلاب. وساعات بتبقى ناس بتديله مفتاح البيت،
البيت، بيروح بيعدي على البيت بياخد الكلب بيمشيه وبيرجعه تاني. فيعني قصة كبيرة وموضوع كبير، ومش بس رجالة بتعمل الشغلانة دي، ستات كمان بتعملها. مشهور جدا حكاية الدوج ووكر هنا، اللي هو اللي بيمشي الكلاب. معرفش العربية هنسميها ايه بقى. طبعا الكلاب كمان ليها داي كير اللي زي الحضانه بتاعت الاطفال، في حضانه بتاعت الكلاب. الناس اللي ما بتسيبش الكلب بتاعها في البيت مثلا بتوديه الحضانه الصبح وهي رايحه الشغل، او لو هي مسافره ممكن توديه كام يوم في الحضانه. والحضانه دي بتاعت الكلاب دي هتلاقي فيها انشطه كتير، وفيها العاب، وفيها مراجيح، وفيها بيقدموا لهم طبعا وجبات، وممكن لو في دكتور او في الجرومينج. كلمه جرومينج اللي هي اللي بيحلقوا للكلب، يقصوا له ضوافره، يقصوا له شعره. دي حاجه اسمها الجرومينج بتاعت الكلاب. اكيد الخدمه دي بيقدموها طبعا في الداي كير للكلاب، زائد طبعا الالعاب، وزائد حاجات تانية كتير. وفي تدريب للكلب نفسه، بيدربوه انه يقعد ازاي، يقعد يتكلم لما ينادوا عليه، او انه يقعد ياكل في المكان بتاعه، او حاجات كتيرة جدا طبعا متعلقة بتربية الكلاب. انا بصراحة مش من هواة تربية الكلاب ولا القطط او الباتس عموما. كلمة بات اللي هي اي حاجة، ممكن سلحفة، سمك في المية، عصافير، كلاب، قطط، اللي هي الباتس. انا مش من هواة الموضوع ده. دي كمان بقى هنا عندنا الووتر بارك زي اللي هي الملاهي المائية بتاعت الاطفال، دي ملاهي بقى بتاعت الكلاب كمان، ووتر بارك للكلاب. سلام في الويك اند بقى تعمل فاكيشن، تاخد الكلب طبعا. دي بقى الترانسبورتيشن بتاعت الكلاب، اللي هو التاكسي مثلا للكلاب حسب حجم الكلب وعدد الكلاب والتريب، لو بوديهم اماكن بعيده، او الناس اللي بتسافر ومش مسموح لهم ياخدوا كلب طبعا في السفر، بيسفروا الكلاب لوحدهم في عربيات تانية خاصه بيهم. طبعا هتكون دي مهنه، وفي سواق، وفي عربيات، وفي شركه، يعني في انواع من المهن كتير جدا مبنيه مترتبه على موضوع الكلاب. وطبعا اديكوا شفتوا ادي موضوع الكلاب في امريكا. ما تنساش دعم للقناه، وابدا من حيث انتهى الاخرون. توفر وقت، توفر مجهود، توفر فلوس. باي باي.